بص يا دكتور، يعني احنا اتكلمنا على شوربه العدس دلوقتي، وقلنا اللي هنعالج بيها القولون بعديها ايه بالشمر والكلام اللي حضرتك قلته ده. لكن اساسا هنعمل شوربه العدس ازاي؟ قول لنا بقى الشكل التغذيه بقى. مظبوط. الشكل التقليدي احنا طبعا بيتاخد العدس ويتضرب في الخلاط، واحنا بقى كمصريين بنحب نحط التاتش الزياده ده. وانا عايز اطمن الناس ان حتى التاتش الزياده ده فيه قيمه غذائيه ومفيد جدا ومهم جدا. تمام. طبعا بيتصدر المشهد دايما الجزر والبطاطس، دايما بتلاقي الناس انا بعمل شوربه العدس بضيف ليها جزر وبطاطس. انا مع الجزر والبطاطس ما عنديش مشكله، بس انا عايزك تعرف ان انت بتزود سعرات حراريه، وبالتالي انت بتقنن احتياجك اليومي. يعني انت لو بتحتاج على مدار اليوم 2000 سعر حراري، فانت خدت في طبق العدس لوحده 500، فانت باقي لك 1500 وزعهم لي على مدار اليوم. فخلي بالك عشان الموضوع ده ممكن ياخدك في حته السمنه وزياده الوزن. الجزر والبطاطس يتخنوا؟ طبعا يتخنوا. لا البطاطس اصل ايه في والجزر اول مره اعرف ان الجزر طبعا الجزر السعرات الحراريه عاليه، وفي عشان في انا سكر. كل يوم الصبح هاخد عصير جزر. ايه المشكله؟ ايه المانع؟ مش لا ده الاسراف، لفظ الاسراف هو اللي احسبي السعر. يعني اخد شويه قد كده تمام زي الفل. واحنا بالعكس انا بطالب ان الناس تعمل كده. الجزر بالذات لانه غني بفيتامين الف، وفيتامين الف يعني نظر، يعني شعر، يعني بشره، فانت عايزه اكتر من كده. فالقيمه الغذائيه موجوده في حاجه واحده. تمام. العدس حطينا معاه بطاطس وجزر. بعض الناس بتحب تضيف بصل وتضيف توم، بس خلي بالك لازم تحط تحت دي مليون خط ان انت بتحط بقى القولون والمعده والجهاز الهضمي في ريسك اعلى، رخامه اكتر، لان القولون والبصل رخامه اكتر على القولون والمعده. هيتهضم كويس، والقيمه الغذائيه للبصل والثوم عاليه جدا ومعروفه لكل الناس كمضادات حيويه وكحاجات للمناعه، بس انت بتحط حمل اكتر مع بقوليات. عشان كده دايما بنحبذ ان انت تبعد الحاجه دي عشان تدي المعده فرصه ان هي تتعامل مع نوع واحد من الاكل بصوره كويسه وبصوره لطيفه، وبرده انت تخرج من تجربه الغداء بتاعت العدس انت مرتاح. انا يهمني انك تبقى مبسوط. فلو هتضيف البصل هتضيف الثوم ضيفه كميه قليله جدا، ما تزودش عن الحد. في بعض الناس بتبدا تضيف بقى تعتبر العدس شوربه العدس دي كانها شوربه خضار، تقطع عليها بقى شويه كوسه، تقطع عليها شويه بطاطس، شويه جزر متقطعين. تمام. فده بيبقى حاجه حلوه قوي، واحنا بنعتبره طبق رئيسي. ممكن حتى نكتب خلاص بيبقى هو ال 2000 سعر. لا مش كلهم، لا مش كلهم. فاضلك زبادي في الاخر. لا مش للدرجه، لا مش باظت، بالعكس. انا الطبق ده انا ممكن اديله كوجبه رئيسيه للناس اللي بتحسب سعراتها الحراريه بتعدي ال 1500. بديهوله طبق حلو قوي في الغداء بيكفيه وبيبقى مبسوط وبيبقى كسر روتين الدايت. طعمه جنان، شوربه العدس جنان. وايه حاجه ثانيه مش شايفه حاجه في ايه الخضره بقى دي الكوسه. اوكي ماشي. مش شايفه غير راسها، مش شايفه كوسه يا بنتي. مش شايفاها والله. ممكن نعمل كده هتبان. كورجيت. لو كان قال لي كورجيت كنت عرفت. اوكي. جسمي ديزيلي. ده اللي هو بتغليهم سوا بقى مع دول بيتقطعوا ويتعملوا مع العدس وهو بيتغلي، فبيديك الفايده. طبعا قيمته الغذائيه بتاعت الكوسه بتنزل كمان في شوربه العدس، وانت بتاكلها مع الاكل بتبقى كانها شوربه خضار، ودي بتبقى حاجه كويسه جدا للناس. يبقى احنا كده بتضربها بعد كده بقى في الخلاط؟ لا ما بتضربهاش بقى. لو انت تضرب العدس الاول وبعد كده تقطع وانت بتغلي العدس. فهمتيني؟ جينا مش هنا كل بس في فرق بين لا بصي اصل في فرق بين دكتور التغذيه والاكيله بقى. بس هو ده. انا اسف. طب حتى لو هسألك سؤال. هيتضرب في الخلاط ما عنديش مشكله.